ازاي تظهر بالبيزنس بتاعك في خرائط جوجل او جوجل مابس حتى من غير متخصص. معظم الناس بتتعامل على البروفايل بتاعها في جوجل ماي بيزنس على انه فورم بتملاها مره واحده وخلاص، لكن الحقيقه غير كده. جوجل ماي بيزنس او حسابك على جوجل مابس ده سيستم تقييم مستمر. جوجل بترتبك بناء على 3 حاجات: اول حاجه مدى صلتك بالموضوع، ثاني حاجه المسافه اللي بينك وبين العميل، ثالث حاجه الثقه، مدى ثقه جوجل فيك. جوجل مش بتصدق اللي انت بتكتبه على حسابك بنفسك، وانما بتدور على سيجنالز حوالين حسابك، سواء من يوزرز دخلوا حسابك او من ناس تانية، علشان تعرف وتتاكد ان انت بزنس حقيقي. مثلا على سبيل المثال، من الحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان تثبت ان في رجل حوالين البيزنس بتاعك، ان انت مثلا تخلي التيم بتاعك يستخدم جوجل ماي بيزنس او الدايركشنز وهو رايح وجاي للمكان ده. بيثبت شويه لجوجل ان في ناس رايحه جايه على المكان وان ده بيزنس حقيقي، ويستخدموا الدايركشنز. وكذلك ممكن تبعت للعميل الدايركشن، مش ان انت تبعت له الدبوس المثبت، وانما تبعت له صفحتك على جوجل ماي بيزنس بحيث ان هو يستخدم الدايركشنز فيها. تاني حاجه، حاول تنشر وتحدث صورك باستمرار، يعني كل شويه تضيف صور داخليه وخارجيه للمكان، صور للتيم الداخلي، صور لاجزاء معينه في البيزنس داخليا. كل ده بيثبت ان انت مش سكام وان ده مكان حقيقي مش فيك. الامر اللي بعد كده ان يحاول يكون في تفاعل مستمر. تفاعل مستمر يعني في اوبشن ان انت تنشر بوست مثلا على جوجل بروفايل، ممكن تنشر بوست، ممكن حتى اللي ماسك السوشيال ميديا ينشر بوست على جوجل ماي بزنس. ممكن كذلك مش بس ان انت تعمل سيت اب وخلاص، وانما ان انت تهتم بكامل التفاصيل اللي جوه الديسكربشن بتاع البيزنس، يكون اس يو اوبتمايز، وانه يكون بيوصف البيزنس بشكل كويس. الاهتمام بالتقييمات وعمل سيستم واضح ليها، يعني مش المفروض تخلي تجميع التقييمات على جوجل ماي بزنس او على حسابك على خرائط جوجل عشوائي، وانما في بروسيس وفي كي بي ايز حتى معموله للكاستمر سبورت تيم ان هم لازم يجيبوا جوجل ريفيوز من العملاء بتوعهم. وحاول تخلي العميل يحكي قصه، مش بس يقول دي خدمه ممتازه وخلاص، لا، يحكي التجربه بتاعته بشكل كامل، يحكي هو ايه اللي كان بيعاني منه او ايه اللي كان محتاجه، وازاي انتوا ساعدتوه ان هو يحل المشكله بتاعته دي. فجوجل مابس مش لعبه كيوردز بتستخدمها، وممكن كذلك الاستفاده بالكاتيجوريز والسيرفيسز الموجوده داخليا، وتلاي اوت السيرفيسز اللي انت بتقدمها والسيرفيس اريا اللي انت بتستهدفها. في النهايه جوجل مابس مش لعبه كيوردز، هي لعبه تراست واكتيفيتيز مستمره حوالين الاكونت، وسيجنالز تحاول تبين ان انت تراستد بزنس. بس كده. وشاركنا في التعليقات اكتر حاجه شفتها مفيده في الحاجات دي او جربتها، او حتى لو ليك تجربه خاصه عرفنا في التعليقات. ما تنساش تشوف الفيديو الكبير على القناه في تفاصيل اكتر. شكرا ليك، مع السلامه.